الطريقة الصحيحة للاستغفار. إذا طبقت هذه الطريقة سيحقق لك الله كل ما تتمنى بإذن الله تعالى. أولا قبل أن أبدأ أسأل من الله سبحانه وتعالى لكل من شارك هذا المقطع أن يحرم جسده ووالديه من النار، وأن يحقق له كل ما يتمنى، وأن يرزقه من حيث لا يحتسب. يا إخوان شاركوا مثل هذه المقاطع ننال الأجر، لعل الله سبحانه وتعالى يوفق أحدنا بسبب هذه المقاطع. الكثير منا يستغفر ولكن لا يجد ثمرة في الاستغفار. هناك أسباب، هناك مشاكل في استغفارك، هناك أسباب تعيق استغفارك. ما هي الأسباب؟ إليك هذه الأسباب. أولا أنك تستغفر الله سبحانه وتعالى وعقلك خارج، أي أنك لا تتدبر الاستغفار. ثانيا أنك تستغفر الله سبحانه وتعالى ولا تعرف معنى الاستغفار، فلا بد أن تعرف معنى الاستغفار. فإذا يا جماعة يا إخوة، إذا أردتم أن الله سبحانه وتعالى يقبل منكم الاستغفار فعليكم بهذه الطريقة. ما هي هذه الطريقة؟ الطريقة هي أنك تتفرغ في اليوم ولو لربع ساعة وتختلي مع الله سبحانه وتعالى وتبدأ بالاستغفار. كيف تستغفر؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. ولكن عندما تستغفر تستشعر الاستغفار، تتدبر الاستغفار، ولو تستغفر في اليوم 100 مرة أو 200 مرة، ولكن والله أنك ستجد ثمرة إذا طبقت بهذه الطريقة. أي أنك تستغفر الله سبحانه وتعالى وأنت تستشعر، وأنت تتذكر الذنوب الذي عملتها، وأنت تعلن الندم، وتستشعر أنك أمام الله سبحانه وتعالى، وتستشعر أنك أمام الغفار، أنك أمام الرحيم، وتوقن بالاستغفار أن الله سبحانه وتعالى سيحقق لك كل ما تريد. والله من طبق هذه الطريقة أن الله سبحانه وتعالى لن يرده أبدا، وأن الله سبحانه وتعالى سيعطيه حتى يرضيه. وإن كان مريضا أن الله سبحانه وتعالى سيشفي مرضه، وإن كان مهموما أن الله سبحانه وتعالى يرفع همه. لا بد أن تختلي مع الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تختلي وتستغفر وتستشعر، تترك الدنيا خلفك، تترك الدنيا خلفك ولو في اليوم 100 مرة، والله أنك ستجد الثمرة عما قريب. ولا تنساني من صالح دعائك.